تعالوا النهاردة بقى اما اقول لكم على طريقة الزبادي البيتي واسرار نجاحه اللي هتخليكم تندموا ازاي ما جربتوش الطريقة دي من زمان. انسوا بقى مكانة الزبادي وجربوا الطريقة دي، هتعملوه كل يوم. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي نادية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. في الوصفة دي انا عاملة 1.5 لتر من اللبن الحليب، وهقول لكم مقادير اللتر ولتر ونص. لتر الحليب 4 كوبايات، لتر ونص يبقى 6 كوبايات. اهم حاجة تستخدموا حليب صابح او بخيره، او اللي بره مصر او في امريكا حليب اورجانيك. فطبعا اللي بيستخدموا الحليب المبستر على درجات حرارة عالية ده صعب، ممكن ما يتحولش لزبادي. بنرفع الحليب على نار متوسطة علشان يغلي، وبنقلبه كل شوية علشان ما يعملش وش على قد ما نقدر. المهم ان هو يوصل لمرحلة الغليان زي ما انتم شايفين كده. بصوا بيغلي بس الفوم اللي فوق بس مش مبين. اول ما يوصل المرحلة دي بنحطه بقى على جنب ونسيبه يهدى لحد لما يبرد ويبقى دافي. صباعنا يتحمله، بس نحط صباعي فيه عادي جدا، دافي يعني مش سخن نهائيا. في طبق بقى على جنب او في كوبايه على جنب هنحط 1.5 علبة من الزبادي. طبعا اللتر بياخد علبه، فانا حاطه 1.5 علبة. نص معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره، مش اكتر من كده، وده على اللتر ونص. والمكون بقى السري اللي بيخلي الزبادي متماسك ويفضل ماسك نفسه وما يفكش ولا ينزل ميه هو لبن البودره. هنحتاج لكل لتر معلقه كبيره مهرمه من اللبن البودره. انا حاطه هنا 1.5 معلقة علشان انا عامله 1.5 لتر. بنقلب بقى الزبادي مع اللبن البودره مع يعني سنه السكر الصغيره دي، وبعد كده بقى بناخد من الحليب كبشتين 3 كده ونقلبهم مع بعض. طبعا الحليب زي ما انا قلت لكم دافي تماما، يعني خلاص قرب يبقى بارد، بس لازم يكون في يعني الدفيان على خفيف علشان يشتغل. بقلب كل حاجه مع بعضها وبديهم ضربه بالهاند بلندر او في الخلاط علشان يطلع معانا كريمي وناعم مفيش فيه اي تكتلات. الخطوه دي بتمنع التكتلات. هنا بقى اللبن او الحليب كان بارد شويه فحطيته على النار بس دقيقه يدفى تاني يدفى. بصوا حتى صباعي فيه يعني مفيش اي مشكله، دافي. ورجعت حطيت فيه الخليط اللي لسه ضرباه ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. وبس كده الزبادي بقى جاهز معانا، ومفيش اي حاجه تانية هتتعمل غير ان احنا هقول لكم ازاي بس ايه تسيبوه عشان يمسك نفسه. نسكبه بقى في الكاسات او في الاطباق او في الكوبايات، لا على مزاجكم. انا بحب احط في شايفين الكوبايات الصغننه دي دوبك قد معلقتين كبار كده، دي حلوه قوي على السحور كده. ايه باخد لي واحده فيهم صغننه كده لو مش عايزه اكل كتير. احطه في صينيه، وانا بستخدم صينيه بايركس عشان الالمونيا ايه ما يسودش، يعني افضل بدل ما اقعد اعصر ليمون ولا احط خل. وبحط في الصينيه ميه سخنه لحد نص الكوبايات كده، ما تعلوش الميه قوي بس عشان ما تدخلش جوه الزبادي، والميه لازم تكون سخنه. ونقفل كويس جدا، يا اما بورق الومنيوم تقفلوا الحراره جوه، يا اما بستريتش راب زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه اقفل على الزبادي. وانا بقى بدفي الفرن تقريبا 3 أو 4 دقايق، بخليه بس الفرن دافي وبسيبه بقى في الفرن لمده من 4 ساعات ل 8 ساعات على حسب. تشيكوا عليه بعد 4 ساعات لقيتوه ما مسكش نفسه، ارجعوا غطوه تاني ودفوا الفرن شويه كمان ورجعوه جوه الفرن وسيبوه كمان 2 ساعتين وبصوا عليه لحد 8 ساعات بالكتير. هيكون بعد 8 ساعات مسك نفسه تماما. هو عموما ده بيعتمد على حسب حرارة الجو او المحيط حواليه. الجو برد بندفي الفرن طبعا نحطه فيه. الجو صيف ممكن يجمد على طول ما ياخدش وقت. في الشتاء ده ممكن ياخد وقت شوية. انا اخد معايا على فكرة اكتر من 6 ساعات وما بيمررش ولا حاجة. شايفين بقى بصوا متماسك ازاي، متماسك وماسك نفسه على الاخر، سواء كانت الكوباية الكبيرة او كوباية صغيرة. بصوا كريمي وناعم ومتماسك واحلى من الجاهز ب100 مرة. يعني لو جربتوا ده مش هتشتروا الجاهز تاني ابدا. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفات اللي يرقيكوا فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية فيديو جديد.